وسهلا، مرحبا بكم في قناة الأخوات الثلاث مع وصفة جديدة. الفول مفور بالقشور ديالو كيجي بنين ورائع. نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع المقادير. هنا كناخذ الفول وكنقطعو، نحاول نقطع ليه الجوانب ديالو ونقطعو على هذا الشكل هذا، نديرهم في الكسكس حتى كيفوروا، كيولي بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للشرموله هنا عندي 2 حبات ديال الطماطم قطعناهم على شكل مربعات، تقريبا 2 بصله خضاريه حتى هي مقطعه، الثومه 4 الفصوص ديال الثومه. بالنسبه للتوابل عندي البزار، شويه ديال الكمون والخرقوم والتحميره والملحه، وكنحتاجوا القزبر ومعدنوس حتى هو، وكنضيفوا تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت الزيتون. حنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كتنسجم مع بعضها. عاد غادي نضيفوا لها واحد نص كاس ديال الماء فين غادي طيب هاد الشرموله، ونسدوا عليها نخليوها حتى كطيب. من بعد غادي ناخذوا الفول اللي كيكون مفور. انا غادي ناخذوا معلقه ولا اي حاجه، وكنحاولوا نضغطوا مزيان على هذا الفول حتى كينسجم مع بعضه. من بعد غادي نضيفوه في الشرموله اللي حضرنا من قبل، ونخليوه على نار هادئه واحد شويه ونطفيو عليه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفول بالقشور ديالو. كنصحكم تجربوه، راه كيجي رائع وبنين. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. موعدنا مع فيديو جديد ووصفه جديده، الى اللقاء.